3 افكار لو سبتهم في دماغك هيعطلوا مشوارك في شغلك وفلوسك وصحتك. بس خلي بالك، اخر فكره فيهم هي اللي مدمره ناس اكتر من اي ازمه ماليه. اول فكره ان المشكله دايما مره خسرت، مره فشلت، مره اتاخرت، فدماغك تقول لك خلاص كده ده وضع ثابت. بس الحقيقه مفيش حاجه ثابته، لا سوق ثابت ولا دخل ثابت ولا ظروف بتفضل زي ما هي. اللي ثابت الوحيد ان كل حاجه بتتغير، واللي فاكر ان وضعه المالي كده على طول عمره ما هيحاول يغيره. تاني فكره ان المشكله في كل حياتك، يعني مشروعك واقف فتقول انا فاشل في كل حاجه، وتنسى ان لسه عندك شغل وصحه وفرصه او حتى نفس بتاخده. الدماغ لما تعمم المشكله بتشلك. وماليا اكتر ناس بتقع هي اللي شايفه نفسها محاصره من كل اتجاه. وتالت فكره واخطرهم ان المشكله فيك انت، انك مش كفايه، مش ذكي، مش شاطر في الفلوس، مش نافع. اول ما تصدق كده تستسلم وتبطل تحاول وتكرر نفس الغلط وتقول ما انا دايما كده. وده اسوأ استثمار ممكن تعمله، انك تستثمر في فكره بتكسرك. اللي بيوقفك مش قله فلوس ولا حظ ولا فرص، اللي بيوقفك 3 افكار لو كسرتهم طريقك هيتفتح. عشان افكارك تشكل حياتك صح، خلي دي مش اخر مره تشوفني.